كلاس سفالوبودا. تتمتع السفالوبودز ببنية جسم مميزة تتضمن رأس هيد وغطاء عضليا muscular mantle وقدم منفوذ تطورت إلى أذرع ومخالب arms and tentacles. تمتلك معظم الأنواع 8 أذرع بينما يمتلك الحبار سكويدز عادة مخلبين زيادة. يحتوي المانتل كافيتي على أعضاء حيوية بما في ذلك الخياشيم جيلز أو كايتينيديا والجهاز الدوري circulatory system. لديهم جهاز دوري مغلق وهو أكثر كفاءة من الأنظمة المفتوحة الموجودة في العديد من المولاسكس الأخرى وهذا يسمح بنقل أفضل للأكسجين. تمتلك السفالوبودز 3 قلوب، 2 يضخان الدم إلى الخياشيم والثالث يضخه إلى بقية الجسم. يعد نظامها العصبي nervous system من أكثر الأنظمة تقدمًا بين جميع اللافقاريات. تمتلك عيون كبيرة ومعقدة توفر رؤية ممتازة وهي ضرورية للصيد وتجنب الحيوانات المفترسة. سفالوبودز آكلة اللحوم وهي تستخدم مناقيرها beaks المصنوعة من الكيتين لاصطياد الفريسة واستهلاكها، كما أن لديها راديولا يساعدها في التغذية. يمكن للعديد من الأنواع تغيير اللون والملمس بسرعة باستخدام خلايا جلدية متخصصة تسمى كروماتوفورز والتي تساعد في التمويه والتواصل. يطلق عليها الصيادون أحيانًا إنك شيب في إشارة إلى قدرتها المشتركة على رش الحبر للدفاع والهروب. سفالوبودز لديها القدرة على الحركة السريعة من خلال نظام فريد من نوع Jet Propulsion System. يتم سحب الماء إلى تجويف الوشاح mantle cavity وطرده من خلال قمع funnel مما يسمح بدفعات سريعة. أصبحت السفالوبودز أكثر انتشارًا خلال الأوردوفيشن period ممثلة في النوتلويدز البدائية. تنقسم إلى فرعين ولكنهم مختلفين عن بعضهما، كولويديا والتي تشمل الأخطبوطات والحبار الصغير octopuses squid and cuttlefish ونيتيلويديا والتي يمثلها نيوتلس وألونيوتلس. تتغذى الكولويديا على اللحوم وتعيش بشكل أساسي على السفالوبودز الأخرى القشريات كراستيشيانز والرخويات molluscs والأسماك الصغيرة. تتغذى السفالوبودز على العديد من الثدييات البحرية mammals والأسماك الكبيرة والطيور البحرية sea birds. تم التعرف على حوالي 800 نوع حي من السفالوبودز. هناك نوعان منقرضان منها وهما أمينويديا أمونايتس وبيليمينويديا بيلمونايتس. ولو حابين تعرفوا أكتر عن علم الجيولوجيا تابعونا أكتر في الفيديوهات الجاية.